السلام عليكم. قبل بداية الفيديو، إذا كنتم من عشاق كرة القدم ومتتبعي أخبار كرة القدم، ندعوكم للاشتراك معنا في القناة وتفعيل زر الجرس وعمل لايك للفيديو ليصلكم كل جديد. والآن هيا بنا للتفاصيل. تعرض النمساوي دافيد ألابا مدافع ريال مدريد لهجوم عنصري من بعض جمهور الفريق الملكي. جاء ذلك بعد مشاركة ألابا في التصويت بجائزة ذا بيست لكونه قائد منتخب النمسا، ووضع ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان في الترتيب الأول، ثم زميله في ريال مدريد كريم بنزيما ثانيا. وفقا لإذاعة مونت كارلو الفرنسية، فإن ألابا يتعرض لهجوم شرس من جمهور ريال مدريد منذ الكشف عن اختياراته في ذا بيست. وكتب ألابا على حسابه بشبكة إنستغرام: المنتخب النمساوي يصوت لهذه الجائزة كفريق، وليس أنا فقط من يضع اختياراته. وأضاف: يمكن للجميع في مجلس الفريق التصويت، وهكذا يأتي القرار النهائي. وتابع: الكل يعرف وخاصة كريم كم أنا معجب به وبأدائه، وقلت مرات عديدة إنه بالنسبة لي أفضل مهاجم في العالم، ولا يزال كذلك دون أدنى شك. تعرض النمساوي دافيد ألابا مدافع ريال مدريد لهجوم عنصري من بعض جمهور الفريق الملكي. جاء ذلك بعد مشاركة ألابا في التصويت بجائزة ذا بيست لكونه قائد منتخب النمسا، ووضع ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان في الترتيب الأول، ثم زميله في ريال مدريد كريم بنزيما ثانيا. وفقا لإذاعة مونت كارلو الفرنسية، فإن ألابا يتعرض لهجوم شرس من جمهور ريال مدريد منذ الكشف عن اختياراته في ذا بيست.